السلام عليكم. ده ريفيو سريع كده لمكنة امريكان كوفي. مكنة بلاك اند ديكر. انت لو بتشرب النسكافيه بلاك دي هتبقى حاجة مناسبة ليك، قريبة جدا طبعا في الطعم بتاعها يعني. النسكافيه بلاك قهوة سريعة التحضير للبن بتاعك. اي بن بقى تجيبه طحنة خشنة، يعني لو هتطحن مثلا طحنة اسبريسو على 6 هتبقى مناسبة ليك جدا يعني. المكنة بتيجي وبيجي معاها مج سيراميك زي ده كده قد المكان بالظبط، وهي بتاخد فنجان واحد يعني اللي هو حجم الفنجان بتاعها. تعال نجربها كده ونشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي. ده طبعا الخزان بتاعها، ده الفلتر، دي قهوة فلتر. هنا مديك علامة ماكس، ده اللي هو الماكسيموم تحط الايه المية بتاعتها. طبعا اول ما بتيجي انت بتعملها دورة غسيل، بتملى التانك ده وتبدأ تفضيه 3 مرات بحيث ان هو يطلع في الاخر المكنة نظيفة يعني من مكان التصنيع والكلام ده. فاحنا خلينا نضيف مية كده، تمام جدا. بعد كده نضيف البن طبعا. ثواني بقى نجهز البن. هي بتحتاج حوالي 8 جرام من البن تقريبا، يكون طحنة خشنة زي كده. هنضيفه في المكان بتاعها، ممكن نزود كمان يعني حوالي 8 جرام. بس بترجع ده كده لان ده بيسحب المية السخنة وينزلها من الجزء ده. نشغل، بسم الله. تمام كده. كده بتسخن مية، وقف بقى قبل ما المية تسخن ونرجع تاني. بدأت تشتغل، ما خدتش نص دقيقة يعني، وبدأت تقطر المية القهوة طبعا اهي. طبعا انت لو بتحب القهوة التركي، لا هو الطعم مختلف، هي جميلة يعني. القهوة الامريكان مختلفة تماما، وحتى فيها سنة كده زي ايه نقول مرارة في القهوة، بتحس بطعم البني. اه، الدخان في الشتاء بيديك احساس جميل كده، حاجة سخنة. الفيديو هيطول فخلينا نوقف، ولما تخلص هوريك بقى النتيجة. تقريبا خلاص كده بتفنش. خايف افتح، بس ايه، تمام كده كده كده. النتيجة طبعا اول المية خلاص، وادي البن اتعصر، وادي النتيجة. كوباية قهوة امريكان تحفة. طبعا ده قهوة الامريكي بدون
من غير وش. فانت لو انت جيت رحت حطيت سكر وقلبت، مش هتبقى الموضوع بالنسبه لك ازمه يعني. مفيش وش هيضيع ولا حاجه كده خلاص. طبعا هي بتوقف، هي ما بتفصلش لمبه، بس هي خلاص فصلت يعني. بس فادي النتيجه النهائيه. يلا سلام.